وبكده يبقى أنا الرصيد اتضاف لي في المحفظة أو التطبيق وقدرت أجمع $100 في حسابي. ايه رأيك واللي يقولك على موقع تقدر تكسب $100 في أقل من يوم؟ الموقع النهاردة هو باينانس، هو موقع صيني بيعمل تداول، وهو أصلا عامل حدث كبير إن هو أي حد يدخل عن طريق اللينك اللي تحت يكسب أكتر من $95، $5 أو أقل من $5 تقدر تجمعهم في أقل من ثانية. بس في شرط وحيد إن أنت عن طريقه لازم إن أنت عشان تاخد $100 كاملين وينزلوا في حسابك في المحفظة وتقدر ان انت تسحبهم وتستفاد بيهم، ان انت تدخل على التطبيق وتسجل وتوثق حسابك عن طريق البطاقة الشخصية وصورة سيلفي عشان يتأكدوا ان الحساب حقيقي مش وهمي. يلا بينا تابعوا معايا الفيديو للآخر والخطوات خطوة بخطوة عشان تعرفوا هنسجل ازاي. بعد ما تدخلوا على اللينك اللي تحت اللي هسيب لكم في الديسكريبشن تحت في اول تعليق مثبت، هيفتح لكم الصفحة دي. هتدوسوا على مساعدة الآن، هتظهر لكم مثلا بالعربي فبتقولوا مساعدة الآن أو هيلب ناو، وبعد كده بتدخلوا على ساين اب ويز ايميل أو الفون، أي حاجة هتسجلوا يا إما بالإيميل يا إما برقم التليفون بتاعكم. فهيفتح لكم الصفحة دي اللي فيها البيانات بتاعتكم او اللي انتوا هتكتبوها عن طريقها. هتكتبوا هنا الايميل بتاعكم، تمام، وبعد ما تكتبوه وكل حاجة هيطلب منكم شوية حاجات برضو تحت هتدوسوا عليها. بعد ما كتبنا الايميل وتأكدوا ان هو صح عشان ده هيبعت لكم كود على الايميل بتاعكم عشان تدخلوه هنا. بعد الخطوة دي على طول هيقول لكم على الكود ان هو اتبعت على الايميل، فلازم تتأكدوا كويس جدا ان الايميل صح. تمام، بعد ما دخلتوا الكود هتلاقوا هنا بصوا اهو بيقول لكم ان الكود هيتبعت على الايميل بتاعكم فتقولوا له اوكي. تمام، فهنا هيقول لكم هنا الكود هيتبعت، بمجرد ما يتبعت هتكتبوه في الخانة الفاضية اللي موجودة قدامكم دي، او هتدوسوا على اطلب الكود الان فهتكتبوه بعد ما شفتوه على الايميل وجالكوا. تمام، وهنا هتكتبوا الباسورد ولازم يكون فيه حرف كابيتال وحروف سمول وكمان فيه شوية ارقام عشان ال الايميل او الحساب يبقى الباسورد بتاعه قوي. بعد ما نكتب كده هتلاقوا بصوا ان هم عاملين لكم انه لازم برضو الحرف كابيتال وحرف سمول وكده بالانجلش. تمام، وتدوسوا على next او متابعة يعني. فهنا بيقول لكم ان انتوا عملتوا خلاص الحساب اتكريت او اتنشأ. تمام، فهتدوسوا على اللي بعده. تمام، هيطلب منكم هنا ان انتوا برضو تدوسوا على مساعدة الآن عشان تدخلوا على البرنامج بقى وتسجلوا بالبطاقة زي ما قلت لكم في الأول. هنا بقى هيبقى في حاجات وتركيز عشان تاخدوا بالكم ان انتوا هتعملوا ايه. في شوية خطوات كده لو عملتوها الموضوع هيتسجل. بيقول لكم هنا ان انتوا يا اما هتسجلوا بالبطاقة الشخصية او بالباسبور، فاحنا هنسجل بالبطاقة الشخصية. وطبعا البطاقة دي اللي هما البالغين السن، او لو في حد مثلا عندكم في البيت لو حد صغير ممكن يسجل عن طريقه، بس لازم اللي بيسجل بالبطاقة هو اللي يصور نفسه. هنا هختار ايجيبت او مصر وهنكتب الاسم بتاعنا، الاسم الاول والتاني والتالت، 3 اسماء. تمام، بعد ما نخلص كتابة الاسماء زي ما انتوا شايفين، تمام، الموضوع سهل مفهوش اي حاجة، المهم فيها شوية خطوات هتمشوا عليها وفي الاخر هتسجلوا وهيجيلكوا ال95 او اكتر من 95. كل واحد بيجيله على حدة، ممكن اكتر ممكن اقل شوية، بس المهم ان انتوا هتقدروا ان انتوا تكسبوهم. ال95 دول تبقى في حسابكم، هيبقى فاضل على $100 5 او اقل. هنجمعهم مع بعض وهنشوف هنجمعهم ازاي. هنا بقى بيقول لكم العنوان، تكتبوا العنوان صح. تمام،
اللي موجود طبعا في البطاقة، والسيتي اللي هي كايرو أو القاهرة. تمام. وهنا طبعا هما كاتبين لكم مصر. وهنا بقى ايه، جه ميعاد ان انتوا تصوروا البطاقة. تصوروا بطاقة وش وظهر، ولازم تصوروها. اما تيجوا تصوروها ما تصوروهاش مثلا على ترابيزة او حاجة عشان مش هتطلع الصورة واضحة، فانتوا تمسكوها بايديكوا كده وتصوبوا الكاميرا بالموبايل عشان تقدروا ان انتوا تلقطوا الصورة صح، وما تعودوهاش كذا مرة، عشان دي نقطة مهمة جدا في التسجيل او في توثيق الحساب. فهندوس ان احنا عايزين ان احنا نسجل بالبطاقة. بعد بقى ما دوسنا على ان احنا عايزين نسجل بالبطاقة هنقول continue او هنقول يلا. فبس كده يبقى احنا كده سجلنا البطاقة بتاعتنا وخدنا confirmation او التأكيد ان البطاقة وكل المعلومات اللي فيها صح. هنبدأ بقى نصور نفسنا. تصوير الصورة بقى او اللي هو بيقولك مثلا اتحرك، او يعني في الصورة مثلا اضحك، ابتسم، حرك راسك، كل ده هيقولهولك بشوية حاجات بسيطة عشان يتأكد ان دي شخص يعني حقيقي، مش حد مثلا مصور نفسه او شخصية وهمية او حساب وهمي. فكل ده احنا هنعمله في النقطة دي. يعني بصوا مثلا هنا بيقول لكم حرك دماغك، وهنا اقفل عينيك وافتحها، او غمض عينيك وافتحها. وهنا بيقول لكم ان خلاص كده عملوا فيريفيكيشن او تأكيد لان انت الصورة دي، والحساب بتاعك هيبقى تحت المراجعة او في المراجعة. تمام. عشان تتفادوا حتة ان انتوا تعملوا تراي اجين كتير، لازم ان انتوا تبقى الحاجة خطوات سريعة عشان لما تيجوا تصوبوا الكاميرا ناحيتكوا او ناحية الوش بتاعكوا، وتقدروا ان انتوا تصوروا نفسكوا او هو ياخد اللقطة. هتلاقوا كده مربع او دايرة حوالين الراس بتاعتكوا، وبتاخدوا خلاص كده الصورة. هو هنا بيقول لكم ان هو under review او تحت مراجعة. تمام. هنا بقى هتبتدوا ان انتوا تسجلوا دخول عن طريق الابليكيشن. هتنزلوا ابليكيشن اسمه باينانس، هسيب لكم برضو شكله في الاخر، وتكتبوا الباسورد بتاعكم طبعا عشان تدخلوا بقى على حسابكم وتشوفوا توثق ولا لا. وهنا انا بقول لكم ان خلاص انا جمعت ال100 دعوة، وهسيب لكم اللينك تحت عشان تدخلوا تسجلوا عن طريق اللينك. وهنا اضافوا في المحفظة بتاعتي في طريقة سهلة جدا، وبس محتاجة ان انتوا تتبعوا الخطوات عشان تقدروا تحصلوا على ال100 دولار. طب هنعمل ايه في ال5 دولار دي؟ هتبعتوا اللينك بتاعكم، انتوا هيبقى ليكوا لينك هتبعتوه لقرايبكم، يعني عيلتكم مثلا، اهلكم في البيت، اختك، اخوكي، ماما، بابا، يسجلوا ويبدأوا يسجلوا عن طريق اللينك بتاعك. انت كده خلاص جمعت ال5 دولار ونزلوا في حسابك، ومبروك عليك. لو عجبك المحتوى ده وعايزني اكمل فيه ما تنساش تدعموني بلايك، ولو لسه اول مره تشوفوا قناتي متنسوش تشتركوا تحت وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. وقولوا لي بقى تحت في الكومنتات ان انتوا كسبتوا عن طريقي وفرحوني. وباي باي.